يعدي يلعب عرضية حلوة، حط بقى هدف بقى، هدف بقى مش ممكن بقى. أخيرا أوباما يحرز هدف التعادل. 1-1. للصبر حدود يا زمالك، للصبر حدود يا زمالك. مين فاكر اللحظة دي؟ اللحظة اللي رفعتنا من القاع لقمة المجموعة، هدف أوباما اللي قلب كل مجريات البطولة وغير الحسابات. بدأت قصة الكونفدرالية في 2019 مع الزمالك بحصد نقطتين بس من المرحلة الأولى في المجموعات، وبكده وبنسبة كبيرة الزمالك خارج البطولة، وأكبر المتفائلين من الزمالك كان متوقع نفنش مركز ثالث. ولكن تشاء الأقدار وبفضل ربنا ثم انطلاقة غير متوقعة في آخر الثواني من عبد الله جمعة، ومنها يعمل عرضية على راس أوباما اللي يحطها في شباك بيترو أتلتيكو، يرجعنا بيها للبطولة من تاني ونخطف التعادل في آخر اللحظات، وبعدها نرجع بفوز غالي قوي على الفريق الكونغولي في قلب ملعبه وسط جمهوره بهدف من المغربي حميد أحداد. ويجي الدور على جورماهيا الكيني ويجينا في ملعبنا، وزي ما هزمونا هناك 4 رجالتنا يعملوا معاهم الواجب ويشيلوهم نفس ال4. وتيجي اللحظة المصيرية، محتاجين نقطة عشان نتأهل، ولكن الخصم كان نصر حسين ضاي. المشكلة مش هنا، المشكلة ان مفيش فريق مصري فاز على فريق جزائري في ملعبه في التاريخ، ولكن بعزيمة وحوش الزمالك وبفضل ربنا نتعادل وناخد النقطة اللي احنا عاوزينها من قلب دارهم، ونتأهل بعد ما كنا خارج البطولة بنسبة 95% تقريبا. الماتش الأول من مرحلة خروج المغلوب ضد حسينية أغادير، نفوز عليهم ونتخطاهم بكل سهولة ونوصل نص النهائي ونقابل النجم الساحلي، نفوز عليه في مصر بهدف ويكفينا التعادل هناك عشان نتأهل للنهائي، وفعلا نوصل لآخر دقيقة في اللقاء وإحنا متعادلين، وقبل نهاية المباراة ب3 دقايق أو دقيقتين ينطرد جنش ويضطر الزمالك يوقف عمر السعيد حارس مرمى عشان ما كانش عندنا حارس في الاحتياطي خالص. أنا فاكر اليوم ده نغمى عليا بعد الماتش من كتر التوتر، ولكن بقدرة قادر نتأهل للنهائي ونوصل النهائي ضد نهضة بركان، والمباراة الأولى على ملعبهم. والفترة دي بركان كانوا أقوى من دلوقتي، كان عندهم لاباكوجو كان دبابة وعناصر تانية كويسة، وإحنا كنا على الله خالص بسبب الغيابات، وللأسف يخطفوا هدف في آخر اللحظات، وأصبح الزمالك مطالب يفوز 2 في مصر. ويبدأ اللقاء في برج العرب والملعب متقفل، ووصل سعته لأكتر من 80,000 مشجع وقتها، ده غير الآلاف اللي محوطين الاستاد من بره. أنا فاكر إن الأمن كان بيدخل أي حد حتى لو مش معاه تذاكر عشان يدعموا الفريق، وده من كلام ناس صحابي دخلوا الماتش من غير تذاكر. المهم يبدأ اللقاء والزمالك مطالب بهدفين، يدخل اللعيبة مركزين، وبالفعل في الدقيقة 55 يجيلنا ضربة جزاء ويسجلها محمود علاء لما كان توب وقتها، ولكن للأسف ما نقدرش نجيب التاني ونروح لركلات الترجيح، ويضيع حمد العشير أول كورة لبركان، ونقدر نسجل ال5 بتوعنا ونفوز بالكونفدرالية في سيناريو مستحيل يتكرر لو انعاد 1000 مرة.